قبل ما تبدأ تتعلم تحليل بيانات، برمجة، ذكاء اصطناعي، لازم تبدأ من مكان واحد بس، اللغة اللي بتخليك تقدر تتكلم مع أي قاعدة بيانات في العالم، وهي لغة ال SQL. تعال نعرف بدأت إزاي وليه كل الناس بتعتمد عليها. لغة ال SQL اللي هي اختصار ل Structured Query Language ظهرت في السبعينيات كأداة للاستعلام وإدارة البيانات داخل قواعد البيانات العلائقية Relational Databases. في بداية الثمانينات لحد النهاردة هي اللغة الأساسية اللي كل الأنظمة بتعتمد عليها. شركة IBM كانت أول ناس يطوروها وسموها ساعتها Structured English Query Language، وبعديها اختصروها ل SQL. والاختصار ده هو اللي خلى طريقة نطقها بتختلف مع الوقت، ولحد النهارده الناس بتنطقها بطريقتين، في ناس بتقول SQL وناس بتقول SQL، والاتنين صح. ومع انتشار الريليشنال داتابيزز أهمية ال SQL زادت، علشان كده المعهد الأمريكي للمعايير ال ANSI قرر يخليها لغة رسمية ومعتمدة سنة 1986، وبعده على طول المنظمة الدولية للمعايير ISO وافقت عليها كمعيار دولي سنة 1987، وده اللي خلى استخدامها أسهل وانتشارها أكبر بين كل أنظمة قواعد البيانات في العالم. ودلوقتي SQL مش بس لغة أساسية لإدارة قواعد البيانات، دي كمان بقت أكتر اللغات استخداما في السوق، وهي جزء مهم جدا في أنظمة إدارة قواعد البيانات زي مثلا MySQL، PostgreSQL، SQL Server، Oracle Databases وأنظمة تانية كتير. ومع كل تطور ده وصلنا للنقطة اللي لازم تسأل فيها السؤال المهم، طب هي SQL بتشتغل ازاي جوه أنظمة قواعد البيانات؟ نظام إدارة قواعد البيانات أو اللي بنسميه ال DBMS هو القلب الحقيقي لأي قاعدة بيانات. ده البرنامج اللي بيدير كل حاجة من أول التخزين للوصول للبيانات لحد ازاي بيتم إدارة البيانات. الموضوع بيبدأ لما يكون عندك طلب أو معلومة محتاج توصل لها. الطلب ده بيتحول لجملة SQL بيسميها جملة استعلام. الاستعلام ده بيتبعت بعد كده لنظام إدارة قواعد البيانات اللي هو ال DBMS، وهو اللي بيكون الوسيط بين طلبك وبين قاعدة البيانات نفسها. أول ما ال DBMS بيستلم الاستعلام بيبدأ ينفذ شوية خطوات. أول حاجة بيفسر جملة الاستعلام وبيفهم منها أنت عايز إيه بالظبط، وبعدين بيدور جوه قاعدة البيانات عشان يلاقي البيانات اللي أنت طلبتها. ممكن يدور في جداول، يفلتر بيانات حسب شروطك، أو حتى يدمج بيانات من أكتر من مكان. ولما النظام يجمع البيانات المطلوبة من جملة الاستعلام مش بيقف لحد هنا، لا ده بيبدأ يعالجها ويرجعها لك في شكل منسق وواضح وسهل الاستخدام، سواء في شكل تحليل أو تقرير أو أي حاجة تانية. والعملية دي كلها من أول ما تبعت جملة استعلام SQL لحد ما ترجع لك البيانات بنسميها Database Query، وده جزء أساسي في أي تعامل مع أي قاعدة بيانات. ومن خلال ال SQL ال DBMS بيقدر يفهم طلبك وينفذه. عشان كده ال SQL جزء لا يمكن الاستغناء عنه في عالم البيانات وإدارة قواعد البيانات. وبعد ما فهمت الرحلة دي من بدايات ال SQL لحد ما بقت اللغة رقم واحد لإدارة البيانات في العالم، دلوقتي جه دورك. لو ناوي تدخل مجالات زي تحليل البيانات، البرمجة أو الذكاء الاصطناعي، لازم تبدأ بلغة ال SQL. ولو لسه ما اشتركتش في قناتنا اشترك دلوقتي علشان اللي جاي أقوى. في الحلقات اللي جاية هنتعلم SQL خطوة بخطوة لحد ما تقدر تشتغل بيها.